اوعى تعمل متوسط في الثلاث حالات دول في البورصه، والا هتخسر وهتتبهدل. ومتوسط للي مش عارف، ان انت اشتريت سهم مثلا ب 10، نزل منك بقى ب 8، فتقوم شاري تاني عند ال 8، ده كده اسمه متوسط. شاري كميه ب 10 وشاري كميه ب 8، متوسطك بقى حاجه في النص ما بين ال 10 وال 8. قبل ما ابدا حابب افكركم ان احنا عاملين برامج تعليميه محترمه بتبدا معاك سواء من الزيرو، من تحت الصفر ما تعرفش حاجه في البورصه، او بقالك سنين في البورصه بس بتخسر او مش بتكسب كويس. في جميع الاحوال عندك رقم واتساب هتبعت لنا عليه، ولو غيرنا رقم الواتساب بتاعنا لاي سبب من الاسباب هتلاقي رقم الواتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه. اعلمك بورصه صح من الاول خالص، يا حتى لو انت محترف هنديك الحاجات اللي ناقصاك بحيث ان شاء الله تطلع من البورصه بنتائج كويسه. طيب يلا نخش في الموضوع. المتوسط احنا شرحنا هو يعني ايه، بس اول مشكله وانت بتعمل متوسط بيعملها ناس كتيره جدا، انه يعمل متوسط اول ما السعر ينزل شويه صغيرين. بمعنى السهم ابو 10 نزل منك بقى ب 9.75، نزل شويه صغيرين تقوم عامل متوسط. نزل بقى ب 9 ونص تقوم عامل متوسط. دي اكبر غلطه في المتوسطات، انك تعمل متوسط على رينج صغير، انك تعمل متوسط لما ينزل بيك السهم 2 ولا 3 ولا 4%. لان المتوسط الصح انه يتعمل على رينج كبير. يعني اشتريت السهم ب 10، نزل بيك 10% او 15%، ساعتها تبدا تفكر هل صح اعمل متوسط ولا لا. خلي بالك انت كل ده ما عملتش، انت بتفكر صح ولا مش صح بس بعد نسبه مئويه كبيره. ليه بقى؟ ده ينقلني لنقطه رقم 2. ما ينفعش ان انت تعمل متوسط وتعلي الوزن النسبي لسهم في المحفظه اكتر من الوزن بتاعه. يعني ايه بورصه؟ يعني ريسك مانجمنت، يعني اداره مخاطره. يعني بتشتري كل حاجه بناء على مخاطرات معينه وبتقسمها حسب نسبه مخاطرات معينه علشان تطلع كسبان من الاخر. في اسهم معينه ما ينفعش يبقى نسبتها من المحفظه كبير، ما ينفعش يبقى معاك 25% من محفظتك، ربع محفظتك سهم معين لانه عالي المخاطره. فما ينفعش تيجي تعمل متوسط وانت اصلا كنت شاري ب 20% من محفظتك وتقوم شاري لي 20% كمان، يبقى متوسط السهم ده عندك بقى 40% من المحفظه وهو اصلا سهم عالي المخاطره. انت كده الريسك بتاع محفظتك باظ خالص نتيجه ان انت عامل الحسابات بتاعتك غلط من الاول. الصح في الحاله دي انك ما تعملش متوسط خالص لو السهم ده عالي المخاطره، وتسيبه لحد ما يرد، وده التصرف الصحيح بدل ما تزود ريسك المحفظه كلها وتبوظ الدنيا. طب امتى ممكن اعمل متوسط؟ لو انا كنت شاري مثلا من السهم ده 10% من المحفظه، والوزن النسبي اللي انا محدده له ان هو ممكن يوصل لحد 20% من محفظتي، فانا ممكن اعمل متوسط ازود 10% كمان من المحفظه، يبقى السهم ده التوتال بتاعه بقى 20% من المحفظه. الحاله الثالثه اللي اوعى تعمل فيها متوسط، ان انت اصلا شاري سهم مضاربه. انا كده كده ضد اسهم المضاربه، وضد الاسهم اللي ما بتعملش ارباح حقيقيه، وضد الاسهم اللي هي الفيري شورت تيرم واللي انت تلعب على اليوم واليومين. لكن لو حصل ان كنت يعني لابد فاعل واشتريت فعلا في سهم من اسهم المضاربه، ما تعملش متوسط ابدا. لو نزل بيك سيبه بقى يرد رد، ما ردش ما ردش. لكن تعمل متوسط في سهم اصلا مضاربه مش مضمون مش محسوب. انت لما بتشتري في سهم مش بتاع مضاربه تقدر تتخيل على المدى المتوسط رايح على فين وعلى المدى الطويل رايح على فين، وتقدر تعمل حساباتك وتظبط الدنيا. لكن لما بتشتري في سهم مضاربه العمليه حظ تماما، وما تحاولش تقنع نفسك ان في اي حاجه بتحركها غير الحظ. فمش معقوله تبقى معتمد على حظ وكمان تزود الوزن النسبي من محفظتك لسهم من دول. فبالتالي يا جماعه المتوسط مش مجرد ان سهم ينزل بيك يلا بينا اعمل متوسط، لا لا خالص. العمليه ليها حسابات، واصلا كل سهم لازم يبقى ليه نسبه معينه من المحفظه بناء على المخاطره بتاعت السهم، وفي حسابات معقده. موضوع البورصه يعني اعقد مما انت متخيل بكتير، لكن لو انت فاهم ومتعلم صح هتعرف تعمل الحاجات دي ببساطه. ودي من الحاجات اللي احنا بنعلمها لك طبعا. لو بعت لنا على الواتساب اللي قدامك هنعلمك بورصه صح.